رسول الشيطان راسبوتين. كل مرة بنتكلم عن سفاحين ممكن يقتلوا عشرات، ممكن يقتلوا مئات، لكن المرة دي اللي قتل الأخلاق في المجتمع ونشر الفساد في الأرض قدر يقضي على شعب كامل. تعالوا أحكي لكم حكاية راسبوتين. ماما أنا خفت، حاسة إني هلاقيه في الزاوية هنا ورا الرينج لايت والله العظيم. يلا نبدأ حكاية راسبوتين. هحاول في فيديو قصير ان انا افهمكم شوية حاجات عن حكايته، لكن انا مش هعرف اقول كل حاجة لان اتكتبت عنه كتب كتير على مدار اكتر من 100 سنة، اتعملت افلام، فيديوز، ابحاث، كل حاجة، لكن محدش قدر بجد يوصل لحل لغز شخصية راسبوتين. قعدوا يلاقوا له مبررات كتير كده وتفاسير كتير، ان هو مثلا كان بيستخدم العلاج النفسي، كان كذا كان كذا، لكن محدش جات له الجرأة من الباحثين او العلماء ان هم يعترفوا ان راسبوتين كان فعلا عنده قدرات خارقة. يلا بينا نبدأ. هنتكلم اول حاجة عن نشأته. اسمه الحقيقي مش راسبوتين. راسبوتين ده لقب أطلقوه عليه أهل قريته، معناها بالروسي الفاسق أو الصايع، لكن هو اسمه الحقيقي جريجوري إيفيموفيتش. اتولد يوم 21 يناير 1869. هو اتولد في قرية فقيرة جدا في سيبيريا. بابا كان فلاح بسيط قوي. بابا ومامته كانوا مخلفين قبله 7 أطفال، لكن كلهم ماتوا لحد ما جه راسبوتين وجه بعده ولد تاني، وهو عنده مثلا حوالي 10 سنين حصلت حريقة كبيرة قوي في بيتهم ومامته اتوفت. بعدها بسنتين وهو حوالي عنده 12 سنة كان هو أخوه بيلعبوا في النهر. أخوه غرق وهو كان هيغرق، لكنه دخل في غيبوبة لمدة كام يوم، فاق منها. كان بيردد كلام ان هو اثناء الغيبوبة او اثناء لما كان في النهر هو شاف عالم تاني، وكان على اتصال زي ما يكون مثلا بجن او بعالم اخر. من بعدها وهو كان بيقول ان هو عنده قدرات شفاء، لدرجة ان هو اشتهر في القرية بتاعته انه كان بيعالج الحصنة. اول ما يحط ايده على الحصان بيعرف ان هو يعالجه. لكن ده برضه ما منعش ان هو كان عيل صايع، كان سكير وكان حرامي وكان على علاقات نسائيه، يعني بنت لذينه. كان طول بعرض، كانت عيونه حلوه، كان امور وكان جرم كده، عارفين انتوا اللي هو كان فظيع. انضم العصابه وبسرعه جدا كان هو اصبح رئيس العصابه دي، لان هو كانت شخصيته قويه، نظره عينه عارفين انتوا النظره الحاده، نبره صوته التخينة اللي هي القوية اللي بتدخل في القلب دي على طول. كان ليه كاريزما رهيبة. اتجوز وهو صغير، كان عنده حوالي 17 أو 18 سنة، وخلفوا 4 أطفال، لكن ده ما منعهوش إن هو يبقى شخص مثلا ملوش علاقات نسائية أو كده. بالعكس، هو مستمر في علاقاته النسائية وفي صياعته وفي سهره وفي الخمرات وفي سرقته وفي كل حاجة، لحد ما حصل ان هو اتهم بسرقه حصنه. كانت طبعا الحصنه دي وقتها كانت جرائم كبيره قوي زي سرقه العربيات كده دلوقتي. انتوا دي كانت الحصنه دي، كانت سرقه الحصنه دي كانت جرائم كبيره. وهرب بالفعل هو واسرته، بعد عنهم، سابهم، هم راحوا في حته وهو راح في حته، طلع على الجبل. هرب لحد ما وصل عند دير دخلوا عشان هو بس يتدارى فيه. وهناك طبعا بما ان هو انسان مقنع جدا وبيعرف ياكل عقل اي حد، بجد كان عنده قدره ان هو ياكل عقل اي حد. القساوسه اللي هناك والرهبان قدر يدخل قلبهم بسرعه جدا، ولما ابتدوا ان هم ينصحوه ان هو يدخل حياه الكنيسه والرهبنه رحب جدا وفرح قوي، وحس ان القدسيه اللي موجوده في شخصيه الراهب هي دي تحديدا الحاجه اللي هو عايزها. بالفعل درس شوية في الكنيسة، وابتدى ان هو يقول ان هو ليه كرامات، ان هو بيعرف يشفي، ان هو بيعرف يتنبأ بالمستقبل. ويقال ان هو بالفعل كان مثلا ناس يروحوا له مرضى مفيش علاج ليهم كان بيقدر، لدرجة ان كان في بنت مشلولة وكان عاجزة تماما، وكانت خلاص يعني اللي هي ايه، حالتها صعبة جدا لدرجة انها كانت خلاص هتموت. لما راحوا له بيها وحط ايده على دماغها وابتدى يقول يردد صلواته او مثلا يردد طلاسم وحاجات، البنت قامت ومشيت وبقت زي الفل. ومن ساعتها راسبوتين سمعته مسمعه في كل حته، كل قريه يروحها
بيبقى مظبط قبلها ناس هناك واصل لهم الخبر عنه، فاول ما بيروح المكان ده بيلاقي الناس عارفين انتوا بتستقبلوا اللي هو ايه، بركاتك يا سيدنا بركاتك يا سيدنا، ويتمسحوا فيه. وكان هو كريم يعني. هو على فكره هو ما كانش عايز الفلوس، ما كانش عايز يلم فلوس، لا هي الفلوس دي كانت بالنسبه له حاجه بيشتري بيها، لكن مش من النوع اللي بيحوش. هو كانت اهم حاجه عنده القدسيه والتحكم والسلطه، وده بالظبط اللي كان بيعمله. اي فلوس كانت تجيله تبرعات او قرابين او اي حاجه كان بيوزعها عشان كمان يضيف على شخصيته ان هو زاهد او ان هو راجل خير. في الوقت ده كان هو طبعا حياه الرهبنه دي برضو هو من جوه هو انسان صايع اصلا. هو انسان يحب الستات، يحب اللي يشرب له كاسين، مش كاسين، كاسين 3 4، سكير حرامي، يحب الستات. هو كان كده، دي شخصيته. فطبعا حياه الرهبنه دي مش واكله معاه. انضم لطائفه اسمها طائفه الكاليسي. اعملوا انتوا بقى عليها سيرش عشان دي حوار تاني خالص. الطائفه دي كانت منهجها ان هي ان الشخص يعمل ذنوب كتيره جدا او ينغمس في الذنوب ويجيب اخره لحد ما يوصل للحظة التوبة والندم، ويفضل يجلد في نفسه في اللحظة دي بالذات. هو بيبقى أقرب لحظة للخالق أو لربنا، ده طبعا على حسب اعتقادهم. إن التوبة أو حالة التوبة دي بيبقى فيها قوة إيمانية رهيبة، بتقدر إن هو يكون فيها قريب من ربنا، وبيبقى شخص صالح وبيكفر عن أي حاجة عملها. وكان من أهم أدواته لما يدخل على أي مجتمع جديد الستات، كان بيعرف يضحك عليهم كويس قوي، كانوا بيدوبوا فيه، كانوا بينبهروا بيه. كان طبعا بيقنعهم جدا بمبدأ الكاليسي اللي هم يذنبوا بين ايديه ويتطهروا بين ايديه. فكان يمارس معاهم العلاقات الجنسية والزنا والحاجات دي كلها، وبعد كده يحط ايده كده على دماغهم يحسوا ان هم خلاص جسمهم اشعر وتابوا ويوصلوا للاحساس اللي هم عاوزينه. وكانوا بيعيشوا حياتهم بالطول وبالعرض وبيعملوا كل اللي هم عاوزينه، زائد ان مفيش وجع ضمير اصلا. هم تمام، هم 100 100. فكان لما يحب يوصل لاي حد بيوصل له عن طريق الستات دول ليهم مفعول السحر. هكلمكم سريعا عن الاسره اللي كانت حاكمه روسيا في الفتره دي. كان الحاكم وقتها كان نيكولاي رومانوف. سريعا كده هو يعني تولى الحكم بعد والده. كان متزوج من ألكسندرا، دي بتبقى حفيدة الملكة فيكتوريا اللي هي أصولها إنجليزية ألمانية. بعد ما مسك الحكم بالظبط يوم تتويجه، هو كان حظه نحس جدا يعني. عمل وليمة كبيرة جدا، وليمة كبيرة كبيرة كبيرة. فجم الشعب يحضر التتويج، كانوا اندفعوا ملايين. مع الاندفاع حصل ان الجسر وقع بيهم والاف ماتوا. فهو وقتها قال طب نلغي الاحتفال. لكن عمه سيرجي اللي هو كان بياخد رأيه في كل حاجة، او بمعنى اصح كان ممشيه، قال له لا، مفيش حاجه اسمها ان احنا نلغي الاحتفالات هتكمل. فطبعا لما كمل الاحتفالات في وسط عدد الوفيات الرهيبه دي، الشعب غضب منه وتشائم منه، وكانوا مسمينه نيكولاي ذا بلادي او نيكولاي الدموي. في خلال 10 سنين كان خلف 4 بنات. بالظبط سنة 1904 خلف أخيرا الولد اللي كان بيحلم بيه، واللي عشان يجيبه أصلا هو وزوجته راحوا لكاهن وساحر يعمل لهم تعويذة عشان يخلفوا الولد اللي هيبقى الوريث الشرعي للحكم. وبالفعل جه الولد سنة 1904. لكن الولد للأسف اتولد مريض بمرض كان منتشر بين العائلات الحاكمة وقتها، اسمه الهيموفيليا. المرض ده اللي هو ايه، سيلان الدم، او ان هو مثلا ايه، حد يتعور تعويره بسيطه يفضل ينزف 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 كتير، لحد ممكن مثلا لحد ما يموت. فكان دايما يبقى ضعيف ضعيف طول الوقت لحد ما يموت. طبعا وقتها كانت 1904 دي جاب الولد اللي كان بيحلم بيه، لكنه جه مريض بالكارثه دي. في الوقت ده هو كان داخل حرب، عايز يوسع امبراطوريته، فقرر ان هو يحارب اليابان، فبعت اسطوله يحارب اليابان. اتفاجئ ان اسطول اليابان وقتها كان متقدم جدا، قضى على الاسطول بتاعه في 4 دقايق بس. عارفين اللي هو ايه، قبل ما يدخلوا كانوا خلاص، كانوا رجعوا خلاص ما قدروش. طبعا خسارته الحرب دي خلت الشعب هايج عليه ومتضايق منه، ان هو مدخل الشعب في حروب والجنود بتموت ودول اولاد الشعب، حروب ملهاش لازمه. انتوا عارفين الكلام ده كله يعني.
وابتدت تطلع مظاهرات علشان ان هو يعمل، بيطالبوا يعني ان يحصل زي مجلس شعب. لكن عمه سيرجي برضو نصحه ان هو ما يسمعش للشعب خالص، وان هو يقضي على الثورة دي. وبالفعل عمل مذبحة اتسمت وقتها الأحد الأحمر من كتر الدم اللي سال وهو بيفض الثورات دي. بعدها بدأت بقى تحصل عمليات انتحارية وعمليات فدائية. قام بعض الثوار باغتيال عمه سيرجي أثناء الاضطرابات اللي حصلاله والفوضى دي والشعب اللي قايم عليه. وقتها كانت حصلت حريقة في القصر، ابنه وقتها اتعور بسبب الحريقة دي، وقعد عشان التعويرة دي قعد ينزف 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 لحد ما حالته سائد جدا. طبعا الملكة ألكسندرا كانت هتتجنن، ابنها الوحيد روحها فيه ضنايا يا ابني. وطبعا كانت دماغ الملك، يعني هو الحرب والدنيا قايمة عليه، اللي منكد عليه عيشته هي ألكسندرا دي. فابتدى ان هو يدوروا على حل ليه، مفيش اطباء نافعين معاه، مفيش حد عارف يجيب له حل ابدا. وطبعا دي كانت فرصة راسبيوتين ان هو يدخل القصر. بعت واحدة من الستات معارفه على علاقة بالكاهن اللي كانت ألكسندرا بتعترف ليه، يعني كانت ده الكاهن بتاع الأسرة اللي في الاعترافات بتعترف قدام، وكان هو ده القريب منهم. هي بقى الست دي كانت تعرف الكاهن ده، فقالت له ده في كاهن خير طيب عنده بيعمل كرامات، وقالت له على راسبيوتين. وبالفعل قابله واقتنع بيه جدا لان هو مقنع جدا يا جماعه. في ممكن تكتبوا على السيرش راسبيوتين ايز، بجد راسبيوتين عينيه كانت حاجه كده مميزه يعني. المهم قدر يقنع الكاهن ده، وبالفعل نصح الملكة ان هي تستدعي الكاهن ده وتجرب يمكن هو يقدر يشفي أليكسي. بالفعل استدعوه، وبالفعل هو دخل القصر. أليكسي كانت حالته يعني صعبة جدا، كان خلاص على فراش الموت يعتبر. دخل دخلته الحلوة، أمر ان مفيش اي علاج طبي ياخدوه خالص، كل الأدوية دي ارموها. عمل حاجة واحدة بس، حط ايده على دماغ الولد، قعد يتمتم تمتم 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 كده. تفاجئوا ان الولد فاق وقام وفتح عينيه وبقى زي الفل. فضل طبعا الفترة دي رايح جاي على القصر وعايزين حاجة لحد ما اطمن على الولد خالص. وشكله كده عمل بنصيحة أستاذنا أسامة منير اللي هو إذا أردت شيئا بشدة فاطلق سراحه فإن عاد لك فهو ملك لك للأبد. بالفعل هو عمل كده، قال لهم خلاص أنا اطمنت عليكم أسيبكم بقى. بعد عنهم بقى طبعا بقى، وراح هو يلف ويدور ويسكر ويسهر ويعمل ويروح من القرية دي للقرية دي، لحد ما بعدها بحوالي سنة وكام شهر كده أليكسي ومامته كانوا في رحلة بالحصينة بتاعتهم في الغابة. أليكسي وقع. أليكسي لما وقع اتعور تاني، ولما اتعور المرة دي نزف كتير 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 كتير. الأطباء مش عارفين يعملوا له أي حاجة. خلاص الملكة بقت كل اللي في دماغها دلوقتي هي عايزة راسبيوتين اللي عالجه أول مرة، بقت تبعت له رسائل وناس بسرعة ابعتوا هاتهولي. فبعت لها رسالة، طبعا تقل بقى، هو تقل، هو مش اللي هم هيقولوا له تعالى فيجي، لا هو بعت لها رسالة كتب فيها ان الرب استمع لصلواتك، ووقفي كل الأدوية، كل اللي تعمليه ان انت الجواب بتاعي ده تحطيه تحت دماغ أليكسي وما تديلوش اي ادويه. والغريبه ان هي لما عملت كده، لما وقفت كل الادويه وخدت الجواب وحطيته تحت أليكسي، تاني يوم الواد صحي زي الفل زي الفل. قولوا لي بقى الراجل ده بيعمل ايه؟ انا مش عارفه، بس انا بقول لكم الراجل ده سحر. المهم طبعا بقى من بعد الحركه دي خلاص والله العظيم ما يحصل الموضوع مش بمزاجك. ألكسندرا مسكت في راسبيوتين قالت له لا خلاص ده امر ملكي، انت ولا هتروح ولا تيجي، انت قاعد هنا جنبنا، انت المستشار بتاعي. والاول مره تحصل ان المستشار او ان اي حد من المستشارين يبقى مكان اقامته جوه القصر نفسه، مش كمان جوه القصر بس، ده جناحه كان الجناح اللي لازق في جناح الملكه. طبعا الفتره دي طبعا كان نفوذ وسلطه راسبيوتين في المجتمع ده كانت كبيره قوي، لدرجه ان هو كان بيدخل بيوت النبلاء ويتحرش بزوجاتهم قدام عينيهم ومحدش يقدر يفتح بقه.
كان بيستمتع وهو قاعد بيذلهم كده، لان كل الستات كانوا خواتم في صباعه، وما يقدرش حد من النبلاء ان هو يشتكي، لانه لو اشتكى هيزعل الملكه، وكده هو بيبقى جاب نهايته. محدش يجرؤ انه يشتكي للملك او يتكلم نص كلمه على راسبيوتين حبيب الاسره الحاكمه، الملك المستشار المقرب ليهم، منقذ ابنهم. فالفتره دي طلعت اشاعات كتيره جدا على علاقه راسبيوتين بالملكه، وابتدت ان هي تنتشر اقاويل ورسومات كاريكاتير تطلع في كل حته، راسبيوتين وهو حاضن الملكه وحاطط ايديه على صدرها، وهو مش عارفه عامل في الملك ايه. الكاريكاتير ده انتشر في كل حته. وكان في وزير، او اللي هو زي ما يكون رئيس الوزراء، اللي مسك بعد عم الملك سيرجي، كان راجل كان بضمير قوي، او كان عايز بجد صالح روسيا، وكان عايز البلد تقوم من الفساد اللي هي فيه ده. ابتدى ان هو يجمع ادله على راسبيوتين، ابتدى يجمع له تسجيلات، يجيب شهود يمشي وراه، لحد ما عمل له ملف قد كده وحطه قدام الملك، وقال له الراجل ده فاسد، الراجل ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبيقيم علاقات نسائيه، وبيروح في الخمرات، وبيتكلم يقول ان هو على علاقات بمراتك، وعلى علاقات نسائيه قذره بزوجات النبلاء، وبنسايب الاسره الحاكمه. الراجل ده فاسد وخلى كل المجتمع ده فاسد، ولازم توقفوا عند حده، كفايه كده. الملك طبعا سمع الكلام، واجه الملكه بالكلام ان هو بيقول ان انت على علاقه بيه. قالت له ايه؟ اوعى تقول كده، ده عايزين يوقعوا بينك وبينه، ابدا مفيش حاجه من الكلام ده. الله اعلم الملك اقتنع ولا لا. ولما رئيس الوزراء ساله ايه الاجراء اللي هو هياخده، قال له والله انا يبقى عندي 10 شياطين زي راسبيوتين جوه القصر بتاعي، ولان استحمل نوبه غضب واحده من نوبات غضب الكسندرا لما ابنها بيجرى له حاجه. بجد يا جماعه الستات عليهم بوز، القيصر بذات نفسه ما قدرش عليه، هيجي حكش ابو عربيه فيرنا بتاعك يقدر عليه؟ ارحموهم شويه، ارحموهم بجد. الستات دول مش انتي غلبانه؟ اقسم بالله انت تقدري على اجدعها راجل. يلا نرجع لمرجوعنا. بعد لما ده حصل، الملك دخل وقتها بقى يسيب القصر كتير والبلد كتير، ويبقى في مواقع الحروب والحاجات دي، بالرغم ان راسبيوتين قال له انا بقول لك ان انت هتخسر الحرب دي وبلاش، مش عارفه، هو كانت تنبؤاته كلها بتحصل، كان فظيع يا جماعه، فظيع. لكن هو وقتها كان سايب القصر خالص الملك، وكان سايب ان اللي يدير شؤون البلد هي مراته، وبما ان راسبيوتين هو اللي كان مسيطر على مراته، فكان اللي بيدير شؤون البلد هو راسبيوتين نفسه. طبعا هو استغل الفرصه، كل الناس اللي كانوا مش بيحبوه بصوا القسيس ده مش عاجبني، الرهبان دول مش على مزاجي، امشي 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 امشي، حط 1 2 3 دول على هوايه، يلا هنا الوزير ده يمشي. لدرجه ان في عز ما البلد في حرب، في عز ما البلد والعه، في عز ما كل حاجه يعني تقول ان لازم الجيش يبقى قوي مستعد لكل حاجه، شال الوزير بتاع الدفاع وحط رجل اعمال لا يفقه، يعني لا يفقه اي حاجه عن الحروب والدفاع والكلام ده كله. وده اللي خلى ان الجيش لما دخل حرب اتهزم هزيمه رهيبه، وراح ضحايا الفترات دي، راح حوالي 3 مليون من ابناء الوطن، 3 مليون شاب راح ضحايا حروب وحاجات كلها بسبب سوء اداره وفساد في الحاكمين. فده طبعا خلى خلاص الناس كلها جابت اخرها، والنبلاء جابوا اخرهم، والقساوسه والرهبان جابوا اخرهم. الراجل ده بيعمل كل حاجه باسم الدين، فكانوا اول ناس كارهين وجوده هم رجال الدين. فبالفعل اتفق 2 قساوسه ان هم هيقتلوه، وبالفعل جابوه وحاولوا ان هم يقتلوه، لكنه نجي من محاولة الاغتيال دول، والاتنين القساوسة دول واحد اتقبض عليه والتاني اتنكر في لبس ست وهرب بره البلد خالص. دي محاولة تانية ان هو كان في مرة وهو بيزور احدى القرى، هجمت عليه ست يقال انها عاهرة، لكن الست دي وهي بتقرب منه عمل نفسها بتشحت، كانت مخبية سكينة غرزتها كلها جوه معدته. وبصوا بقى يعني لما حصلت كده قامت هللت قتلت عدو الرب، قتلت عدو الرب، قتلت عدو الرب. بتقول ان الراجل ده هو اللي خلاها عاهرة، هو اللي كانت رايحه له على اساس ان هو راهب مارس معاها الجنس وحولها لواحده
ساقطه في نظر نفسها ومش مسامحه نفسها، بقت شايفه نفسها ان هي ذنبها مش هيغتفر. لكن بعدها هو ما ماتش. يعني محاولتين القتل دول، يعني قتل بطرق ما ينفعش غير ان انت تموت، لكنه ما كانش بيموت. بالعكس محاولات بعدها حصلت كتير لدرجه ان هو ما كانش بيموت، لحد ما ابتدوا يحسوا ان ده فعلا الراجل ده مش بيموت، الراجل ده قوي جدا. مش هطول عليكم اكتر من كده، انا كنت ناويه ما اطولش بس برضو طولت. بس بجد هو موال. لحد ما حصل في مره ان استدعته واحده من السيدات الجميلات جدا في المجتمع ده، زوجة احد النبلاء. لما راح وقتها لقى ان في القصر بتاعها كان في الرجاله من النبلاء، واحد منهم يبقى ابن عم الملك وواحد التاني كان يبقى نسيبه. راح قعد معاهم، شربوه، حطوله، جابوله طبعا خمره، وطبعا كان سكير يعني، حطوله في الخمره دي سم قوي جدا، سم اعتى الرجال لو خد منه كوبايه هيموت في ساعتها. الراجل اربع الازازه 4 5 6 كوبايات ما جرالوش حاجه. كل اللي حصل ان هو ابتدى ان هو زي يسكر كده، عارفين هو داخ. بس جابوا له كيك واكل كله سم من جوه، كله سم، اكل وبلع وكل حاجه. الراجل ما جرالوش اي حاجه. هم نفسهم ابتدوا ان هم يخافوا، لا ده فعلا اللي احنا نسمعه عنه صح، الراجل ده مش بيموت. لحد قام واحد منهم قام جايب زي حاجه كبيره كده او صليب كبير وضربوا بيه. وقع هو وقتها على الارض واطلقوا رصاصه عليه ووقع على الارض. وقتها قالوا خلاص هو مات، وابتدوا ان هم يطلعوا بره القصر. واحد منهم قال ان هو نسي البالطو بتاعه، رجع عشان ياخده، شاف راسبيوتين وقع على الارض، جه في باله كده الوهله ان هو يتاكد ان هو مات، جه قرب منه كده يشوفه اذا كان مات ولا لا. بسرعه راسبيوتين قام ماسكه من رقبته. هنا اتفزع وبدا ان هو يصوت وطلع المسدس ويضرب فيه. جم زمايله من بره بقوا كلهم يضربوا رصاصات فيه، واتضرب هنا الرصاصه هنا في دماغه، لكنه وخلاص قالوا بقى ان هو وقتها مات. برده ما كانوش زي ما يكون برده مش مصدقين الراجل ده ما بيموتش. اخدوه حطوه بحبل ربطوه وجريوا بيه على نهر ورموه في النهر المتجمد يعني. وقتها اترمى هناك، وبعد حوالي 2 3 لقوا جثته. لما لقوها دكاتره التشريح وقتها قالوا تصدقوا ان هو ما ماتش من الرصاص ولا مات من السم، هو مات من الغرق. يعني كان فظيع، كان موته غريب وحياته غريبه، وكانت كل حاجه فيه مش طبيعيه. قبل ما يموت كان متنبئ بموته، كان باعت للملك نيكولاي رساله قال له فيها اني على مطلع السنه الجديده انا هكون مت، بس لو مت على ايد اي حد من قرايبك اتأكد ان انت في خلال 2 سنين انت وعيلتك كلها هتكونوا انتوا كمان اتقتلتوا. وبالفعل ده اللي حصل. بعد هو توفى يوم 30 ديسمبر، يعني قبل راس السنة اللي هو فعلا قال ان هو مش هيدخلها. فعلا قبل يوم 30 ديسمبر كان اتقتل. وبعدها بحوالي 15 شهر بالفعل الثوار انتصروا، وبالفعل تم القبض على الأسرة الحاكمة، الملك وزوجته وعياله ال4 بنات والولد أليكسي، وأعدموهم رميا بالرصاص كلهم. وهم بيعدموهم الغريب ان الملكة وبناتها كانوا لابسين سلاسل فيها التمائم او الحجاب يعني اللي هو كان عامله لهم. وبعد ما ماتت الملكة ألكسندرا كانت لابسة سلسلة جواها صورة راسبيوتين. شوفوا قد ايه هم كانوا مؤمنين بيه. في نهاية الحكاية خلاص راسبيوتين المفروض ان هو اتقتل، بس عايز اسألكوا سؤال، يا ترى هو فعلا مات وانتهى ولا موجود حوالينا بأشكال تانية؟ كم واحد حوالينا مدعي للمثالية، كم واحد حوالينا بيتكلم ان هو رجل المبادئ ورجل القيم، وبيتكلم عن حقوق الإنسان وعن المبادئ السامية، وهم أول ناس بيدوسوا عليها. راسبيوتين كان الناس في وقتها كانوا فاكرين ان هو خلاص ده فعلا حاجة مش طبيعية وده شخص ما بيموتش، لكنه في الآخر اتقتل وانتهى واتهزم زي ما أي راسبيوتين تاني هيموت وهينتهي. احذروا الفوضى، الفوضى هي أنسب وقت للشياطين. باي باي.